سور الصين العظيم. سور الصين العظيم هو سور يمتد على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين، جمهورية الصين الشعبية، من تشنه وانغتو على خليج بحر بوهي، البحر الأصفر، في الشرق إلى منطقة غوتي في مقاطعة غنسو في الغرب. بني سور آخر إلى الجنوب، وامتد من منطقة بكين إلى هند. وطول سور الصين العظيم حوالي 21196.18 كم، 13170.70 ميل. وسور الصين العظيم هو أحد أهم مواقع التراث العالمي، واختير واحدا من عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم في استطلاع للرأي الدولي عام 2007. أصبح سور الصين العظيم من أهم الأشياء التي لا بد من رؤيتها بالنسبة للزوار والسائحين، حيث يتوافد إليه الناس من جميع أنحاء العالم كل عام. ويعتبر سور الصين العظيم مشروعا دفاعيا عسكريا قديما بارزا ونادرا في التاريخ المعماري البشري. إنه رمز للأمة الصينية، ولم يظهر ذكاء أسلاف الصينيين فحسب، بل يجسد جهدا بذلوا فيه العرق والدماء. ويشتهر في العالم بتاريخه العريق وضخامة تحصيناته وعظمته وقوته. بدأ بناء سور الصين العظيم خلال عهد الربيع والخريف وعهد الممالك المتحاربة قبل أكثر من 2000 عام. التاريخ شيدت وبنيت أولى الأجزاء من السور أثناء عهد حكام تركي صبحي تشنغو. كان البناء الجديد يسمح لهم بحماية مملكتهم من هجمات الشعوب الشمالية، المغول والترك. وقد قام أحد حكام أسرة تشين، وهو تشين شي هوانغ، ببناء أغلب أجزاء السور. وقد كان هو أيضا يخشى الحملات التي كانت تشن من قبل قبائل بدوية من الشعوب الشمالية. بعد توحيد الصين من قبل تشين شي هوانغ عام 221 تسارعت وتيرة بناء السور. انتهت الأعمال عام 204 بعد أن شارك فيها أكثر من 300,000 شخص. واصلت أسرة علامة اقتباس هان علامة اقتباس 202 ثم علامة اقتباس سوي علامة اقتباس من 589 إلى 618 مترا. أعمال البناء ساهمت أسرة علامة اقتباس من علامة اقتباس من 1368 إلى 1644 مترا في مد السور وتدعيمه، كما تم استبدال الأجزاء التي بنيت بالطين ببناءات من الطوب. بلغ البناء طوله النهائي 6700 كم، وامتد بموازاة الأنهار المجاورة، وتشكلت انحناءاته مع تضاريس الجبال والتلال التي يجتازها. أضيف سور الصين العظيم إلى قائمة التراث العالمي التي حددتها اليونسكو عام 1987. البناء تم بناء السور من الطين والحجارة، غطي جانبه الشرقي بالطوب. يبلغ عرضه 4.6 متر إلى 9.1 مترا في قاعدته، بمعدل 6 أمتار. يصبح ضيقا في أعلاه 3.7 مترا. يتراوح ارتفاعه بين 3 و8 أمتار. وضعت أبراب للحراسة يبلغ طولها الإجمالي 12 مترا كل 200 متر تقريبا. تعتبر الجهة الشرقية من السور والتي تمتد على بضع مئات من الكيلومترات أحسن الأجزاء المحفوظة، بينما لم تتبقى من الأجزاء الأخرى غير آثار بسيطة. رغم كل الجهود التي بذلها الحكام الصينيون لإنهاء بنائه، لم يقم السور بمهمته المطلوبة في الدفاع عن البلاد ضد هجمات الشعوب البدوية البرابرة. وحدها الغزوات التي قام بها أباطرة ملوك علامة اقتباس تشينغ علامة اقتباس، والذين كانوا ينحدرون بدورهم من أحد هذه الشعوب، سمحت للبلاد بالتخلص من هذه التهديدات.